كان عمري 20 سنة ونشأت في بيت بسيط جدا. أبي كان مريضا لا يستطيع العمل، وأمي تحملت مسؤوليتنا وحدها لسنوات حتى كبرت قبل أوانها وانحنى ظهرها وهي ما زالت صغيرة. كنت أرى تعبها كل يوم، وقررت في نفسي أنني لن أعيش مثلها. حلمت برجل كبير ناضج يلملم جراحي ويدللني ولا يجعلني أشغل بالي بأي شيء. كنت أريد زوجاً يغمرني بالهدايا والحب والحنان، رجلاً يكون ظهري وسندي بدلاً من أن أكون أنا من يحمل الهموم. في حارتنا كانت تعيش صديقة طفولتي، تزوجت من رجل خليجي كبير في السن، لكنه عاملها مثل الأميرة. كانت ترتدي الذهب من كفيها إلى مرفقيها، وتوزع المال على أهلها بلا حساب، وتعيش في قصر من الرفاهية. كنت أراها فأحسدها بصمت. قلت لها يوماً: دوري لي عريس زي جوزك. ابتسمت وقالت: في واحد صاحب جوزي سأل عن بنت حلوة زيك، أتكلم معاه؟ وافقت من دون تردد، وكأن القدر كان يضحك في سريرته. تعرفت عليه عن بعد، رجل خليجي يكبرني ب25 سنة، لكنه كان أنيقاً ومهتماً بنفسه. طلقت مهراً عالياً وشبكة ثمينة، فوافق من دون نقاش. قال لي: كل اللي تبينه رح تحصلين عليه وأكثر. سافرت معه بعد الفرح مباشرة، وتركت خلفي كل هموم الفقر والمسؤولية. كنت أظن أنني سأعيش القصة التي حلمت بها، لكن ما انتظرني كان مختلفاً تماماً. عندما وصلت إلى بيتنا الحقيقي، شعرت أن الأرض تهتز من تحتي. كانت فيلا كبيرة، لكن المفاجأة لم تكن في حجمها، بل في من يسكنها. دخلت فإذا بامرأتين و7 أطفال يستقبلونني ببرود رسمي. قال زوجي مبتسماً: هذول ضرايرك. نعم، كان متزوجاً من 2 غيري، وله أولاد من كل منهما. شعرت كأني صفعت بيد من حديد. نظرت إلى صديقتي التي رافقتني، فادعت أنها لم تكن تعلم. حاولت أن أتماسك، لكن داخلي كان يصرخ. قررت أن أصبر، فقد كنت بعيدة عن أهلي وأمامي طريق واحد، لكن الحياة هناك كانت جحيماً لا يوصف. كنت أعمل من الفجر حتى الليل، خدمة زوجي، تلبية طلبات أولاده، وتحمل أهواء الضرائر. طلبات زوجي الخاصة كانت مرهقة نفسياً، لكن مع الوقت استسلمت ورضخت. فقدت متعة الحياة وتحولت إلى آلة صماء. في غمرة الألم كان لدي ذكاء لم يخب. خبأت كل الذهب الذي أخذته من زوجي عند أهلي في بلدي دون أن يشعر. بدأت أدخر مبلغاً من المال سراً تحسباً ليوم أسود. مرت 1.5 سنة من العذاب الصامت، كنت فيها كالغريق الذي يتمسك بقشة. زوجي أصبح مسيطراً أكثر، وضيق علي حتى في الاتصال بأهلي، وكان يقف بجانبي كلما تحدثت معهم ليمنعني من الشكوى. في إحدى الليالي وبعد أن ضاقت بي الدنيا بما رحبت، تذكرت زوج صديقتي. كان الرجل الوحيد الذي شعرت أنه قد يفهم معاناتي. حصلت على رقمه خفية، واتصلت به أتوسل للمساعدة. لم أتخيل أن هذه المكالمة ستغير مسار حياتي مرة أخرى. ساعدني زوج صديقتي في تحويل مبلغ كبير إلى أهلي لعلاج والدي، ثم رتب هروبي من البيت والعودة إلى بلدي. أقنع زوجي بتطليقي بحجة أنني غير مناسبة للحياة هناك. عدت إلى أحضان أمي المنهكة، لكن فرحة العودة لم تدم طويلاً. أخبرتها بالحقيقة كاملة: زواجي الفاشل، الضراير، الأطفال، القسوة. بكت طويلاً ثم قالت: الحمد لله على سلامتك، المهم أنك رجعتِ. لكن الواقع كان قاسياً. أنا الآن امرأة مطلقة في مجتمع ينظر إلى المطلقة كسلعة تالفة. كل من تقدم لخطبتي كان إما متزوجاً يبحث عن متعة، أو أرمل فقير لديه أطفال كثيرون. رفضت الجميع. قررت أن أعمل لأعيل أسرتي، فوالدي ما زال مريضاً،
وأمي لا تقوى على العمل. تنقلت بين وظائف بسيطة، لكن في كل مرة كان أصحاب العمل يضايقونني، يطلبون مني البقاء بعد الدوام أو الذهاب إلى المخازن معهم، وعندما أرفض كنت أطرد فوراً. شعرت أنني ملعونة. كلما حاولت الابتعاد عن المسؤوليات تعودوا إلي أضعافاً. كنت أتعب جسدياً ونفسياً. وفي لحظة ضعف شديد تلقيت مكالمة غير متوقعة. كان زوج صديقتي. قال لي: سمعت أنك رجعتِ. أنا بعثت لك مبلغاً على حسابك. أرسل أموالاً كافية لفتح محل صغير لأمي، وطلب مني أن أغير مكان سكني. قلت له: كيف أعيش بعد ذلك؟ فأجاب بصراحة صادمة: عشان أتجوزك، ما ينفع في بلدك لأن أهل مراتي يعرفوني. قبل عقد القران بساعتين، وبعد أن أشتري لي شقة باسمي وفتح محلاً صغيراً لأهلي، قال لي: الشرط الأساسي لا تجيبي سيرة صديقتي دي خالص، لا تتصلين بها ولا بأهلها، وما شوفكش إلا شهر واحد في السنة، والباقي عيشي بحالك. سكت. كنت عاجزة عن الرفض. أهلي بحاجة للمال، والمحل الجديد كان أملهم الوحيد. فوافقت. تزوجته سراً، وعشت وحدي في الشقة التي اشتراها. مرت 10 سنوات. هو يأتي مرة واحدة كل عام، يمكث حوالي 30 يوماً ثم يختفي كالسراب. لا أستطيع أن أطلب حقي الشرعي، ولا أن أشتكي لأحد. لا أصدقاء، لا عائلة تعرف الحقيقة. أمي تعتقد أنني تزوجت رجلاً محترماً، لكنه مشغول بالسفر. أما هو فمع صديقتي التي لا أعرف كنه علاقته بها، فهو متعلق بها بشكل مريض، يفضلها على نفسه ويعيش معها ومع زوجها. الأمر غريب، لكني اكتشفت أنه كان يساعدني مقابل أن أبقى محجوزة له بعيدة عن الجميع. اليوم، بعد كل هذه السنوات، بدأت أشعر بالفراغ يقتلني. عمري الآن أواخر الثلاثينات، وجسمي وعقلي يطلبان حياة طبيعية. أريد حباً حقيقياً، عاطفة، لمسات دافئة. أريد أن أشعر أنني امرأة، لا مجرد قطعة أثاث في بيت فارغ. ذات مرة، كادت عواطفي أن تجرفني نحو شاب كان يعمل في المحل. كدت أرتكب خطيئة، لكنني تداركت نفسي في اللحظة الأخيرة. لكن الوساوس لا تفارقني. كلما أغمضت عيني أتخيله، وأتخيل لو أنني استسلمت. أصبحت حياتي روتيناً مميتاً. أصحو، أذهب للمحل، أعود للبيت، أنتظر مكالمة لا تأتي إلا نادراً. هو يرسل لي المال بوفرة، أشتري ما أشاء من ملابس وعطور، لكن لا أحد يرى أناقتي، لا أحد يحتضني، لا أحد يسأل كيف كان يومك. أمي تحبني وتدعو لي، لكنها لا تعرف حقيقة زواجي. أختي الصغيرة تظن أنني محظوظة لأني متزوجة بخليجي، وهي لا تعلم أنني أنام وحيدة 11 شهراً في السنة. مرة حاولت أن أتحدث معه بجدية. قلت له: أنا لا أستطيع الاستمرار هكذا، أحتاج إلى حياة. رد ببرود: اتفقت على الشرط وخذيت بيت ومحل، إذا تبين تطلقين، ارجعي كل شيء. كيف أرجع البيت والمحل وقد أصبح مصدر رزق أهلي الوحيد؟ شعري بدأ يبيض من الهم، وعيوني تغرروق بالدموع كل ليلة. جربت أن أتواصل مع صديقتي السابقة التي تسببت في كل هذا، لكنها قطعتني تماماً، وحتى تغير رقمها. في الآونة الأخيرة صار عندي شعور غريب. بدأت أحلم بشاب وسيم يملأ فراغي. أستيقظ وأنا أرجف. أعرف أن الحرام حرام، لكن الجسد له لغة لا تفهم المنطق. خفت على نفسي، فقررت أن أطلب الطلاق مجدداً. أرسلت له رسالة طويلة بالواتساب، لكنه رد بسطر واحد: ما يصح، أنت زوجتي وحقوقي عندك. وأغلق الهاتف. الليلة الماضية بينما كنت أرتب أغراضي، وجدت هاتفي القديم. شحنته فإذا به يرن. رقم غريب. ردت فإذا به شاب يقول: أنا اللي اشتغلت معك بالمحل قبل سنة، والله مش قادر أنساكي، حبيتك.
ارتجفت. هممت بإغلاق الخط، لكن يدي تجمدت. لم أقل لا، لم أقل نعم. سكت، ثم قطع الخط. لم أعد أحتمل. كل صباح أفتح عيني على سقف الغرفة نفسه وأتساءل: لماذا أنا؟ لماذا كل رجال حياتي إما قساة أو غائبون أو يبحثون عن مصلحتهم؟ أحلامي كانت بسيطة: بيت دافئ، زوج حنون، أطفال يملؤون البيت ضحكات. لكنني حصلت على عكس ذلك تماماً. تزوجت مرتين، وفي كل مرة كنت الضحية. الليلة الماضية حلمت بوالدتي وهي صغيرة قبل أن يدمرها الهم. كانت تضحك وترقص. استيقظت باكية. ركضت إلى المرآة، نظرت في وجهي. تجاعيد مبكرة، عيون حزينة، شفتان جافتان من كثرة البكاء الصامت. أين ذهب شبابي؟ أين ضحكتي؟ أختي الصغيرة التي كانت تتمنى حياتي، رأيتها بالأمس وهي تلعب مع أطفالها. شعرت بالغيرة حتى النخاع. فجأة خطر لي حل جريء: سأواجه زوجي بإنذار نهائي، إما أن يعيش معي كزوج حقيقي أو يطلقني، وإذا رفض سأذهب إلى محكمة الأسرة في بلدي وأطلب التفريق للضرر. سأفضح أمره إن لزم الأمر. لست خائفة من الفضيحة بعد الآن، فسمعتي دمرت منذ طلاقي الأول. لكن ما يمنعني هو المحل الصغير الذي يعيل أهلي. لو أغلبه فسيعودون للفقر المدقع. اتصلت به اليوم. رد بعد رنين طويل. قلت له بصوت يرتجف: أنا مو قادرة أعيش كده، يا تغير معاملتك يا تطلقني. سكت طويلاً، ثم قال ببطء: خليني أفكر. لم يقل لا ولم يقل نعم، مجرد تفكير. هذا يعني أنه يتردد. ربما هي فرصتي الأخيرة. سأنتظر رده أسبوعاً واحداً، فإن لم يأتي بحل سأتخذ قراري المصيري. سأبيع الذهب المتبقي وأسافر إلى مدينة بعيدة وأبدأ حياة جديدة من الصفر. ولو مات أهلي جوعاً، لا، سأرسل لهم المال من هناك. لكن هل لدي الشجاعة؟ وهل سينجح الهروب للمرة الثالثة؟